السلام عليكم، ان شاء الله كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا غاية، تكونوا بصحة وعافية يا رب العالمين. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اولا اليوم جيتكم بواحد المقيرط الشباب معسل مرمل، راه يهدر على روحه بلا ما نهدر عليه انا وبلا ما نشكر على يجي ما شاء الله. نبدو بسم الله على بركة الله. اول حاجة نديرو 4 كيلات سميد متوسط، لازم يكون عندكم متوسط هكا. ديروا 4 كيلات، انا درت 4 كيلات كما كنتم شفتوهم معمرين مليح، هذيك جايين هكا ممسوحين وزدت فوقهم مغرف. واي حاجه نبغوا نسيوها ولا نبغوا نتعلموها لازم ما نكبروش الكيله، نديروا غير شويه شويه ونشوفوا الغلطات تاعنا وين. الى صدقت الحمد لله كمان هكا. حطيت كاع داك السميد اللي عندي في قصعه كمان هذه، وكنت دايره كيله تاع الليدام. انا درت هنايا درت دهان ولا زبده، حنا نقولوا دهان وكاين اللي يقولوا زبده. عفوا، اول حاجه لكل كيله سميد ندير لها مغرف فرينه معمره غايه، هكا تتاكدوا بلي المقروده تاعكم ما راح المقيرده تاعكم ما راحش يتحل في المقله. لكل كيله سميد مغرف فرينه، سهله ماهله بطريقه جد بسيطه. دروك نروحوا الليدام. هنايا عندي كيله تاع الليدام راني معمرتها شوفوا اهم حاجه انكم الليدام تاعكم يكون بارد، باسكو كي يكون حامي غادي يغلف لكم. الليدام تاعكم لازم يكون بارد غايه. ونكملوا نفيضوا الكيله تاعنا بالزيت، لخاطرش حنا درنا هنايا 4 كيلات ممسوحين معاهم مغرف، وزدنا في كل كيله زدنا مغرف فرينه. على ذلك لازم نديروا الحساب تاع الليدام باش من بعد كينا المبسس تاعنا ما يجيناش يابس. عفوا المبسس المقيرد تاعنا ما يجيناش يابس. غادي دروك نبسو ديك ندخلوا داك الليدام غايه في داك السميد والفرينه، نخلو والو كيما هكا بهذه الطريقه نبسوه عادي. وهذا المقيرط والله صدقوني الشيرات والله يجي ما شاء الله، يجي بزاف شباب تقولي مقروض مرمل على اصوله. اهم حاجه يكون عندكم سميد شباب فيجوا فيه هذوك النقاط اللي تحكمش بيه البنات. راني نبسس فيه كما راكم تشوفوا شيرات كيما هكا، بسس تاع غايه الغايه حتى ندخل كاع داك ليدا في السميد اللي عندي. كما قلت لكم لازم تكون عندكم نوعيه تاع سميد مليحه هكا باش ينجح لكم المقروض ولا المقيرض. يبغي نوعيه تاع سميد بزاف مليحه. هذه هي، باسكو كاين ان نوعيه تاع سميد اللي تشرب ليدام كي ديروا لها ليدام تشربها كاع ومن بعد كي يجيك يابس ما تعرفيش عليه، والسبب ان راه في السميد. انا غادي دروك هكا غادي نخليه دو كوتي، غادي نغطيه ونخليه على جهه. شعل ما خليتيه مليح ساعه ساعتين يجيك ما شاء الله. وفي دروك في مرحله ثانيه غادي نروح دروك للتمر تاعي. التمر تاعي درت له هنايا مغرف دهان صغيره، باسكو عندي كميه صغيره تاع تمر، ما عنديش بزاف. عندي شويه جنجلان، درت له شويه جنجلان كيما تبغي ديري. بغي كاوكاو محمص تبغي جنجلان نتيما عندك ديري له قرفه، ولا كان عندك قرنفل مطحون احسن ديري شويه قرفه وشويه قرنفل مطحون، غتجيك واحد النكهه ما شاء الله. نبدا شويه نعجن، وراح نعطيكم واحد المعلومه البنات في التمر تاع المقرود ولا المقيرد نعجنوه بالماء. شوفوا والله صدقوني التمر تاعكم يبقى لمده طويله طري. انا المعلومه علمتها لي اختي ربي يحفظها ويكثر خيرها. دائما شوفوا هذاك الماء يتبخر، وكي يتبخر دائما كيما هكا التمر تاعنا يبقى طري، ماشي ديجا ييبس في الزيت ومن بعد كينا كيصرى. لا دروك بصح كي نديروا له داك الماء كي يتبخر دائما يبقى لنا التمر تاعنا طري، وما تخافوا منه ما والو. انا يا كيما يقول لك اعوذ بالله من كلمه انا دائما راني نخدم به بهذه الطريقه ويجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عجنوه غايه البنات، دخلوا فيه كاع ديك الكميه تاع الماء اللي عندنا 2 مغارف ولا 3 مغارف، لخاطرش انا هنايا عندي كميه صغيره. تكون عندك كميه كبيره ديري اكثر من هكا. المهم تعجنيه غايه. وكما قلت لكم الا كان عندك قرنفل مطحون ديري راح تجيك النكهه ما شاء الله احسن من القرفه وحدها. بصح ضروري ان نديروا القرفه. كما راكم تشوفوا هنايا داك السميد تاعي بعد ما بسسته ورملته راني غطيته وخليته على جهه يزيد يشرب كاع داك الليدام تاعه في غرضه. كيما خليه ساعه ساعتين الا كان عندك الوقت ديريه الصباح وحشيه قليه ولا مور فطور ولا ما ساعدك الحال ان شاء الله. انا سايراني وجدته كيما هكا. دروك غير نشكله حرابيش ونحطه في طبسي على جهه. درواك نرجعوا للسميده تاعنا
انا ما خليتهاش بزاف البنات، ما نكذبش عليكم، بصح نتوما ماذا بيا تخلوه حتى لساعتين. انا موالفين خدمه نخليه ساعتين، هذه المره ما خليتهاش بزاف. درت له مغرف صغيره تاع ملح، باسكو الخطره الاولى ما درتلاش، ما تنسوهاش ديروا مغرف صغيره تاع ملح. صاي درت هذيك المغرفه الصغيره تاع الملح، دخلتها فيه مع داك السميد وداك الخليط تاع المقيرد. تبغي ديريها مع الخطره الاولى، تبغي ديريها دروك ما ياثرش. دروك نروحوا للماء والماء زهر، مرحله جد مهمه. هنا عندي كيله خالط ما بين الماء والماء زهر. شوفوا البنات، انا هنايا درت هذه الكيله، درتها تقريبا درتها كاع. الاول كي درتها الخطره الاولى ما شربليش بزاف اليدام، دوك تشوفوا كيما راكم تشوفوا في الفيديو. تبعوا خطوه بخطوه، تاع كل خطوه غادي نهضر عليها في ديك المرحله باش تفهموني، وان شاء الله كاع تنجحوا فيه كمان هكا. والبنات ضروري انكم كي تكونوا تلموا في الماء ديروا في الماء، ما تعجنوش. انا راني هنا غير نلم فيه بيديا، مانيش نعجن فيه هكا باش ما يديرليش هذاك العيك. غير لموه غير بصبعكم كيما هكا باش دائما يقعد مبسس، ما يروحلاش داك الليدام كيما راكم تشوفوا. كي تشوفوا العجينه ما تخافوش من الماء، الا شفتوه مخصوص زيدوا له، خاطر كل نوعيه تاع سميد وكيفاش. انا هنايا كيما هذا السميد كي خدمت به الحربوش الاول خدم لي عادي، ومن بعد كي كيبقى دوك شويه حطيتها على جهه وبديت نخدم غير بالحربوش، شرب لي بزاف الماء حتى زدت له شويه ماء. دروك انا هي ديت كميه من السميد هذاك اللي عندي، اللي درت له هذيك الكيله تاع الماء والماء ازهر. الخطره الاولى بقات لي غير شويه، ومن بعد كي اضطريت اني نزيد هذيك وزدت معاها شويه بصح ماشي بزاف. هذوك تشوفوا راح ندخل راح دروك نشكل حربوش باش نشكلها مقيردات صغيرين كما راكم تشوفوا هكا. راني نديرها على شكل طولي. انا ما نكذبش عليكم، السميد تاعي خرج لي يشرب نوعا ما، خرج لي ملي يشرب الماء زاق هكا وجاي ما شاء الله والله العظيم. نحلها هكا بشكل طوري. والبنات ننصحكم كي تكونوا هكا ديروا الحربوش صغير باش ما يبغبنكمش من بعد كده يقعد يتكسر لكم. ديروا حربوش صغير. انا حليته كيما هكا. انا بعد كده هذا الحربوش غادي نقسمه على 2 باسكو جاني طويل وغبني في الخدمه يبقى يتكسر معايا، وهكا غادي نضيع بزاف الحبات. ندير كاع داك التمر اللي عجنته ووجنته يجي بزاف باش بها داك التمر يقعد اطول مده ممكنه طري وبنين هكا. راني نلم عليه في داك السميد، لميت كاع عليه داك السميد ودروك نبقى هكا ندور فيه باش هكا يشكل لي شكل حربوش. نشكلها بهذه الطريقه هكا البنات. دوك البلايص اللي بقاو فيهم ما فيهمش تمر، العفوا ما فيهاش سميد، جبت شويه سميد ونغلق هذوك الاماكن غير باش من بعد كي هذاك التمر تاعكم ما ينحرق لكمش هذا مكان هكا بنفس الطريقه. دروك انا هذا في المرحله غادي نقسم الحربوش على 2 باش هكا يجيني ساهل في الخدمه وما يعذبنيش كيما راكم تشوفوا. دوك نحربشه شويه باش نقطعهم قيردات صغار ونغليهم. من الاحسن كي تكونوا تقروا في هذا المقيرات ديروا الزيت في حاجه صغيره باش ما يديلكمش الزيت بزاف، الخاطر كما تعرفوا هو لازم يتغطى بالزيت، ماشي يبقى من اللي يطيب لكم غير من تحت ومن الفوق يبقى هكا. من الاحسن ديروا حاجه صغيره، الا كان عندكم هكا مقله صغيره ولا ديروا غير فيها وصاي هكا خير باش من بعد كده ما تضيعوش كاع ديك الكميه تاع الزيت. واي اي اللي حاجه اللي نقلوها كما من الاحسن نقلوهم في صوالح صغار باش ما نضيعوناش كميه تاع زيت كبيره مع الازمه تاع الزيت. هكا حليته نحربش فيه كمان هكا صاي. شوفوا كيفاش يجي شباب ما شاء الله. نقطعه صغير ولا سموهم قيرط، قطعته كمان هكا الشيرات وندير كميه كي ندير نبقى نعدل في دوك الحبات هكا ونوجدهم للقلي. بنفس الطريقه نكمل كاع الحبيبات اللي عندنا تاع المقيرد. وهذا مليح لسهراتكم الرمضانيه، حاجه معسله في الليل، ماشي شرط كل يوم تشرو. الانسان يدير كيله صغيره تاع سميد هكا ويفرح عائلته ووليداته، ماشي شرط غير الشري ولا مكاش. وانا حتى الحسن اللي عسلت بهذا المقيرد صنعته في الدار سرعه منزلي كما يقولك بالخوف، ماشي حاجه صعيبه اللي غادي تعجز بنادم ولا ها. ولكن هذا بعد ما وجدته شوفوا شيرات
هنايا كاينه وجدت شحال من كم وجدت ها ولا الحسن اللي قلت لكم عليه صراحه في الدار. ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفه راني نشارك معكم حتى الوصفه تاع الحسل. وهنايا دا السميد اللي بقى لي درت فيه كميه من الجنجلان في العجينه يعطينا واحد القرمشه ما شاء الله. هنا صايب بعد ما قليته راح لي المقطع تاع القليل البنات عفوا منكم. هنا بعد ما قليته مباشره قلعته من المقله درته في الكسكاس وجبته مباشره للحسل. ضروري انه يكون يغلي. انا هنايا راه يغلي عندي درته في الحسل هكا يشرب لكم اكبر كميه من الحسل ومن بعد كنا ما يجيكمش ناقص في الحسل ويجيكم يابس البنات. هادو المراحل والله ضروريه. انتبهوا لاي حاجه كيما هكا ضروري انه من المقله للحسل ما تخليه لا يبرد لا دقيقه لا زوج. انا غير قلعته في الكسكاس جبته مباشره درته هنا وخليته يتعسل. شوفوا كي يتعسل ما شاء الله والله العلي العظيم. راه روعه. خليه وشوفوا كي تكونوا تغلوا صاي مثلا نقلع لها هذيك الكميه نديروها في الحسل نخلوها في الحسل حتى تنقل الكميه الثانيه نقلعوا الكميه الاولى وحنا كيما هكا باش تشرب لنا كميه مليحه من الحسل. نبقوا نعسلوا فيه كما راني درت الكميه الثانيه تتقلى. شوفوا كي جا لونه ذهبي ما شاء الله. والبسس تاعكم قلوه على حسب اللون تاع الحسل. اذا كان لونه اللون تاع الحسل غامق بزاف ما تحمروش الحسل من بعد كي يولي يبان بلي راه محروق. صاي هنا درت له الحسل درت له شويه جنجلان. اختياري هذو الخطوات كل واحد ويدير شي يبغي. شوفوا كيفاش جا صغير ومتحوف ما شاء الله. مام حتى الذوق تاعه يجي روعه يجي مرمل يعجب والله غير يعجب. ولا كي الدواء المقيرده تاعنا هنا غير مقرود المقيرده تاعنا في النتيجه النهائيه. شوفوا يا بنات كي تقسموه والله روعه. تمر يقعد الطري والحبه تاع المقيرده تجي مرمله كما راكم تشوفوا فيه باين باللي راه مرمل كما يقول لك النتيجه راهي تهضر على روحها. شوفوا ما شاء الله. نقول لكم في الاخير دمتم في رعايه الله وحفظه وان شاء الله تجربوها. واذا كملتوا الفيديو ما تنسونيش بزر الاشتراك والاعجاب بالفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه. السلام عليكم.